ده ساندوتش سبايسي تونة، مش قادرة اوصف لكم قد ايه طعمه يجنن، ينفع فطار او عشاء او حتى غدا سريع. والساندوتش ده على فكرة بيتباع في كافيهات كتير قوي بشوية فلوس حلوة، رغم ان هو ممكن يتعمل في البيت بمنتهى السهولة. هنحتاج الاول شويه خضار نكون مقطعينه قطع صغيره على قد ما نقدر. اول حاجه البصل الاخضر ده هنقطعه قطع صغيره، لو مش موجود ممكن نستخدم بداله البصل الاحمر. وهنحتاج كمان تقريبا نص طماطمايه هنقطعها قطع صغيره قوي، الكميه دي هتكفي علبه من التونه. استخدمت كمان فلفل اخضر حامي، لو مش حابين ان هو يكون حراق قوي بنستخدم بداله فلفل رومي. والبطل بقى بتاع الساندوتش ده اللي بينقل طعمه في حته تانية حرفيا هو الشبت. نقطع كده ربع حزمه شبت قطع صغيره. المفروض نضيف على الساندوتش ده كمان خيار مخلل قطع صغيره، بس انا ما كانش عندي، فلو عندكم ضيفوه بيدي طعم خطير. هنجيب بقى طبق غويط ونفتح فيها علبة تونة زي ما هي من غير ما تصفوها. هنضيف عليه الخضار اللي احنا قطعناه وعليهم معلقتين كبار من المايونيز، وممكن نستبدل معلقة من المايونيز فيهم بمعلقة كبيرة من الجبنة الكريمي، يعني حسب ذوق. انا زودت من عندي شوية من السويت شيلي، يعني حاجة زيادة بس ممكن نستغنى عنها لو مش موجود. اديت رشة كده من الملح والكمون والفلفل الاسمر، ما تكتروش، يعني ممكن ربع معلقة صغيرة عشان ما يضيعش طعم الساندوتش نفسه. شوية من الفلفل الاحمر المجروش اللي هو الشيلي فليكس، لو مش موجود ممكن شطة عادية. عصير ليمون حوالي معلقة كبيرة، ما تكتروش عن كده. كشيء اختياري رشه من زيت الزيتون بتدي طعم، بس لان التونه كده كده اصلا بيكون فيها زيت. بظهر الشوكه بقى هنبدا نهرس الكلام ده كله مع بعضه لحد ما نحس ان الخضار اختلط مع التونه وبقت كده طريه وجوسي زي اللي في الفيديو بالظبط. هنجيب بقى اي عيش بنحبه ونملاه بالتونه زي ما انتوا عايزين. ممكن الكميه دي تعمل على فكره ساندوتشين مستريحين، بس انا حطيتها كلها في ساندوتش واحد. نقفل بقى الساندوتش وعلى طاسه سخنه فيها شويه زيت نحط فيها الساندوتش عشان العيش يتحمص، وفي نفس الوقت التونه تبقى دافيه مش ساقعه زي ما احنا متعودين ناكلها. مش قادره اقول لكم طعمها بيكون خطير ازاي وهي سخنه كده شويه مع العيش المحمص. لازم تجربوها مع كوبايه شاي بلبن كده او كوبايه نسكافيه، هتاكلوا تدعوا لي بجد.